تعالوا بقى اقول لكم انا عملت كميه القرص دي كلها بقد ايه. كميه القرص اللي انتوا شايفينها دي اللهم بارك بسم الله الرحمن الرحيم. بكيلو دي واحد كيلو دي عمل لي كميه الصواني اللي قدامكم دي. ما شاء الله كلها خير، اعمليها في البيت يعني بصوا كلها خير وبركه بسم الله الرحمن الرحيم. الكيلو بيعمل لك كميه كبيره وما تشتريهاش من بره تاني، وهتعمليها في البيت ان شاء الله. جربي في كيلو واحد يعني، لو انت خايفه منها جربي في كيلو واحد بس بسم الله الرحمن الرحيم. هتطلع جميلة من جوه. دي القرص المبسوسة مش القرص الهشة، دي القرص المبسوسة هتعجبكم جدا 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 ان شاء الله بإذن الله، وهتقولوا لي في التعليقات. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. ازيكم يا حبايبي، عاملين ايه؟ وحشتوني. لو اول مرة بتشوفوني يعني اسمي ام هنا ودي قناتي، اتمنى تشتركوا في قناتي فضلا وليس امرا وتفعلوا لي زر الجرس على الكل عشان يوصل لكم كل جديد، يوصل لكم اشعارات من قناتي يعني. واهم حاجة بالله عليكم اللايك على الفيديو عشان بيعلي من الفيديو قوي وبيتشاف. اهم حاجة اللايك والشير. المهم، انتوا وحشتوني جدا. بصوا انا بفرح قوي لما بلاقي والله الفيديو عليه لايكات كتير وكومنتات، انا بفرح من قلبي وبفرح من كل كلمة حلوة انتوا بتقولها لي. ربنا يخليكوا ليا يا رب وتفضلوا ايه، ظهر وسند لي. بصوا بقى، صلى على النبي الأول عليه الصلاة والسلام. احنا معانا هنا ايه؟ معانا كيلو دقيق. احنا هنعمل القرص المبسوسة. ده معايا كيلو دقيق. كيلو دقيق واحد. انت لو عايزة تجربي في كيلو اعمليها، عايزة تعملي 2 كيلو 3 كيلو 4 كيلو 5 كيلو اعمليهم، بس يعني ايه، جربي في كيلو الأول. لو عجبتك القرص دي، هي دي قرص مبسوسة، قرص بيتي يعني، هي اسمها كده قرص مبسوسة، بس هتعجبك جدا. بصوا بقى، صلوا على النبي عليه الصلاة والسلام. احنا هنا معانا على الكيلو دقيق عليه كوباية لبن، مج الكبير اللي انت شايفاه ده اهم حاجة، وعليه كوبايتين سمنة، وعليه كيس خميرة وكيس بيكنج باودر. بصوا بقى، ومعانا 2 معلقة سمسم، واحدة معلقة شمر. مش عايزة تحطي سمسم وشمر ما تحطيش، بس دول بيدوا ريحة للقرص بتبقى حلوة جدا. اول حاجة جبنا كوباية اللبن، وهنعمل ايه، حطينا فيها كيس الخمير ومعلقتين 3 من السكر كده. انا كنت حطيت 3 معالق زيادة يعني، انا حطيت 3 معالق مش معلقتين، بس عشان ايه، عشان تخمر بسرعة. تمام، انا برضو مش عايزة اطول عليكم الفيديو، فبحاول اسرعه لكم يعني على قد ما اقدر عشان ما ياخدش من وقتكم كتير. بس اهم حاجة اللايك ما تنسنيش. بصوا انا هقلب الخميره هنا في اللبن كويس، اهم حاجه تقلبيها كويس جدا. اللبن بتاعك يكون دافي، لا سخن قوي ولا بارد قوي، اللبن يكون دافي. ده مج لبن اللي قدامنا، هي بتتعجن كده، هو كيلو عليه مج لبن واحد مش اكتر من كده. تمام خلاص، انا سبت هنا الخميره تخمر على جنب. انا ليه انا بحط السكر مع الخميره عشان تتفاعل مع الخميره وتخمر ايه، وتخمر بسرعه. بص، هنا معانا كيس لبن بودره وكيس بيكنج باودر على الكيلو دي. يبقى الكيلو دي عليه كيس لبن بودرة وكيس بيكنج باودر. الحاجات دي كلها الجاف، انا بحط المواد الجاف، ومع عليه معلقتين سمسم. وطبعا انتوا عارفين ربع معلقة ملح كده او نص معلقة ملح دي ايه، ده سنة عن الرسول صلى الله عليه وسلم. بس تمام، انا هقلب هنا الايه دي يعني المكونات الجافة كلها مع بعضيها. انا بقى هحس ان انا ايه، محتاجة سمسم تاني عشان احنا بنحب السمسم في القرص. فانا ايه، هحط دول برضو قيمة ايه، قيمة معلقة كده. براحتك، انت عايزه تحطي سمسم حطي، مش عايزه تحطي برضو دي حاجه ايه، ترجع لك انت، على حسب الطعم، على حسب كل واحد ما بيحب طعم القرص عامله ازاي. بس دي قرص مبسوسه، دي قرص بتبقى بسمنه، بتتشرب مع اللبن، بتتشرب مع نسكافيه، بتتشرب مع كوبايه شاي. المهم، دول معايا كوبايتين سمنه اللي قدامكم. المجات دي صغيره على فكره، بس هي باينه في الفيديو ان هي ايه، ان هي كبيره، بس دول مجين عاديين، مجين سمنه يعني. الكيلو عليه مجين سمنه وعليه مج كبير لبن اللي انتوا شايفينه قدامكم دول، وعليه معلقة شمر ومعلقتين سمسم، كيس بيكنج باودر وكيس لبن بودر. ما عندكيش لبن بودرة ما تحطيش، مش مشكلة، احنا كده كده عندنا مج لبن بس. اهي، عايزة تحطي كوباية الزبادي بدل الكيس اللبن البودرة، حطي كوباية الزبادي الموجودة عندك حطيه، ما عندكيش زبادي برضو مش مشكلة ما تحطيش. تمام، يبقى كده الكيلو دقيق عليه ايه، عليه كيس لبن بودرة، عليه كيس بيكنج باودر، وكيس خميرة وكوباية لبن وكوبايتين سمنة.
مش اكتر ولا اقل. عايزه تحطي شمر وسمسم حطي، مش عايزه ده اختياري يعني. وذره ملح سن. تمام. خلاص، هو احنا كده ايه، انا لازم بقى احط السمنه مع الدقيق الاول قبل ما احط اي سوائل. ليه بقى؟ لان دي اسمها قرص. زي انا ما قلت لكم، قرص مبسوسه دي لازم تتبس على الايد الاول مع السمنه كده. بتبقى عامله زي هتشوفوها دلوقتي. لازم تتبس، بتدخلي السمنه في قلب الدقيق نفسه. لازم تدخليه في قلب الدقيق جامد، اللي هو ايه، تقعدي تعجني فيه. المهم قبل ما تحطي اي سوائل تفركي فيه كده، يعني تقعدي تفركي فيه. فاهمين؟ بس انا هنا كنت مغطيه كوبايه اللبن بس عشان ايه، عشان الخميره تخمر. وهحط اي سوائل معايا بعدين. لو انت عايزه تعجنيه في عجانه اعجنيها، بس انا بقى يعني الافضل على الايد. تمام. انا كده حطيت المج كله، مش هحط بقى المية دلوقتي، لما تحتاج ايه هديها شوية بشوية. لما تشوفوا ملمسها الاول، اهم حاجة تكون ما تشققش منك. في القرص المبسوسة دي ما تكونش بتشقق منك العجينة، تبقى ناعمة وطرية على ايدك. برضو انتوا هتشوفوها معايا ايه خطوة بخطوة. انا بزود شوية بشوية. دي مية فترة، مش مية سخنة ولا مية ساقعة. اهم حاجة اعجني كويس فيها. بصوا يعني اهم حاجة العجن، لازم تعجني كويس. المخبوزات دي بتبقى عايزة اللي يعجن كويس. في الفترة دي بقى لو انت عايزة تحطيها في العجان حطيها. لو انت عندك عجان وعايزة تحطيها فيها حطيها. بس انا كنت ايه، انا بحب اعجن على ايدي كده، بحس بملمس العجينة اكتر، مش اكتر ولا اقل. المهم بصوا يعني ما شاء الله، الله اكبر، هتعمل معايا كمية جميلة وهتشوفوها يعني ان شاء الله، يا رب تعجبكم. بس لو عجبتكم حطوا لي لايك وحطوا لي كومنت على الفيديو. اتمنى منكم. بصوا انا هنا ايه بشوفها لاقيها لسه شوية. المهم انا لا هنا، بصوا اهم حاجة من نجاح العجينة ان انت تشوفيها لمة الطبق. لمة الطبق او العجينة اللي انت بتعمليها فيها، طالما لمة اللي حواليها يبقى كده هي عجينة ايه، ناجحة. المهم بصوا ملهاش عرق ازاي. اهم حاجه بقى في القرص المبسوسه دي ان العجينه نفسها ما يبقاش ليها عرق. لو بتتمط، احنا مش عايزينها تتمط قوي، لا عايزينها تتقطع في ايدينا كده على طول. بصوا انا لقيتها كده هي كويسه، مش محتاجه اي ميه ولا اي حاجه تاني. اهم حاجه تلمي اللي في الطبق، العجينه تكون لمت اللي في الطبق وما تكونش بتمط معاكي. لو لقيتيها بتمط حط لها شويه ميه بس. المهم انا هنا ايه، انا هنا هكورها كور صغيره وهسيبها. هكورها واسيبها، هي لازم ترتاح بعد ما عجنت فيها، لازم ترتاح في خطوتين. ان احنا نسيبهم يرتاحوا. اول خطوه لما اكورها واسيبها كده، بس لازم تتغطى عشان القرص ما تنشفش منك من فوق يعني. اهم حاجه تغطيها بفوطه عندك، باي حاجه موجوده يعني، فوطه مطبخ بس. ودي تاني صينية. ما شاء الله، الله أكبر الله أكبر. الكيلو عمل لي 27 قرصة. أنا عاملة القرص كبيرة. لو انتوا عايزينها أصغر من كده اعملوها. بصراحة هي بتبقى هتديكوا كمية حلوة، بس أنا الكيلو عمل لي 27 أو يا 27 قرصة يا 28 قرصة، والله أنا مش فاكرة العدد كويس، بس هو في الحدود دي. وكمان أنا عاملة القرص كبير. بصوا هنا أنا هسيب الكور دي ترتاح عشان هتنفش معايا، لازم تسيبيها ترتاح وتغطيها. وبعد نص ساعة كده تيجي تبصي عليها هتلاقيها ما شاء الله نفخت معاكي عشان فيها بيكنج باودر. وتقومي بقى ايه، وتقومي عاملاها قرص وبرده مريحاها تاني. بصوا انا هنا جيت بعد نص ساعة وما شاء الله حسيت ان هي ايه، نفشت شوية. هقوم بقى يلا جايبة الصواني بتاعتي ومن غير اي مادة دهنية ولا اي حاجة، لان كده كده القرص فيها مادة دهنية مش هتلزق في الصينية. بس انا هنا بكور، ما تلزقهمش في بعضيهم قوي، خلي ما بينهم مسافة زي انا ما عاملة كده. اهم حاجة. وبعدين هاتي شوكة وقومي ايه خرميها. لازم تتخرم عشان ما تبقاش مكتومة من جوه. اوعوا تنسوا الخطوة دي، لازم تتخرم عشان ما تبقاش مكتومة من جوه. بس المهم جينا في تاني صينية زي انا ما بعمل كده اعملي بالظبط. ما تلزقيش القرص في قلب بعضيها عشان ما تلزقش في بعض. خلي ما بينهم مسافة عشان هي كده كده هترتاح. انا هسيب يعني انا هسيب الصواني اللي قدامكم دي ترتاح عقبال اللي في الفرن ما تطلع. بس هجيب بقى ايه بس ما شاء الله الله اكبر، عمل لي كمية صواني يعني، اللهم بارك. كمية قرص ما شاء الله حلوة قوي.
لو انتي عندك سيجون اعمليها في السيجون، هتبقى افضل من الصواني اللي انا عملتها دي كلها، بس انا ما فيش عندي سيجون بصراحة. ولو عملتيها في فرن البوتاجاز ما شاء الله، اعمليها في صاج كبير، هتاخد معاكي برضه. يعني مش هتعمل معاكي كمية الصواني اللي انتي شايفاها دي كلها، بس هي كمية القرص ما شاء الله يعني فيها بركة. اعمليها في البيت ووفري على نفسك وما تشتريهاش من بره تاني. بصوا يعني الكيلو ده ما شاء الله، يعني لو انتوا عايزين تعملوا 2 كيلو هيقعد معاكوا حطيها في الفريزر، حطيها في علبة بلاستيك وغطيها، حطيها في الفريزر مش هيجرى لها اي حاجة. بس. وبيطلعي على قد يعني، ممكن تعملي مثلا ايه، اكياس كل 5 قرص في ايه، في قلب كيس، وتطلعي كل يوم مثلا كل يوم كيس فيه 5 قرص. بصوا ما شاء الله انا طلعت الكميه كلها عامله ازاي، والله العظيم كانت ريحتها في البيت، بصوا قلب البيت كده. اهم حاجه بتبقى ريحه الخبيز دي وريحه القرص في البيت، بتحس انه بالخير، ان البيت مليان. اهم حاجه تعملي كل حاجتك في البيت. بصوا القرصه جميله ازاي، دي القرص المبسوسه بقى. بصوا طعمها وريحتها والله العظيم انا مش عارفه اوصلها لكم ازاي. دي تتشرب مع لبن، تتشرب مع كوبايه نسكافيه، كوبايه بسم الله الرحمن الرحيم شاي. تديها لولادك، المدارس جايه واحنا محتاجين المخبوزات دي قوي، هتنفعنا. انا طبعا ولادي حطوا عليها ايه جبنه من فوق وكلنيها، كانت حلوه قوي 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 بصراحة. بصوا اللهم صل على النبي، كمية حلوة قوي انتوا مش شايفينها، ده انا عاملة القرص كبيرة، مش عاملاها صغيرة ولا عاملاها وسط، انا عاملة القرص ما شاء الله كبيرة. هتنفعك قوي. واهم حاجة اللايك والاشتراك، وشكرا جدا ليكم.